السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الوصفات. الوصفة الاولى اللي هي مسمنات معمرين بحشوه اللي هي تجي لذيذه. هاد المسمنات هادو غادي نصايبهم بواحد الطريقه اللي تيجيو بحالهم بحال يعني اللي ما كانش عندنا الوقت هكا باش نعجنوا العجينه ديال المسمن وبغينا نصايبوهم هكا. نعطيكم واحد الفكره اللي انكم تصايبوهم هكا بلا عجينه، يعني طريقه اللي تيجيو بحال اللي راهم مصايبين بالعجينه ولكن هي ما فيهم لا عجينه لا والو. الصراحه تيجيو رائعين، لا في المنظر ديالهم دغيا تيتحمروا وتيجيو مقرمشين. وكذلك غادي نخليكم مع الوصفه الثانيه اللي هي البغرير بطريقه اللي تا هو بسيطه ومقادير مضبوطه، اللي تيصدق فيه 100% وتيجي كما تتشوفوا كيجي كله هكا مثقب، وكذلك تيجي رطاب هكا ومحمر. نخليكم دابا مع المقادير والطريقه. اول حاجه غادي ندوزو باش نوجد معكم هنا الحشوه. بالنسبه للحشوه هنايا انا غادي نستعمل هنا صدر ديال الدجاج مع بصله مشلضه وكذلك واحد الفص ديال الثوم محكوك. وغادي نديرو التتبيله اللي هي شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه. صافي هادشي اللي غادي نديرو، ومن بعد غادي نضيفو بقى نشحروه شويه هكا، ومن بعد غادي نضيفو باقي المقادير. بالنسبه للحشوه يمكن لكم نتوما ديروا اللي توفر عندكم، يمكن لكم ديروا الكفته بالخضر ولا بالفلافل ولا ديروا هاد الطريقه هكا. المهم انا بالنسبه لي تعجبني هاد الحشوه هذه، تجي هكا لذيذه. المهم بعد ما شحرنا داك البصله والثومه والدجاج مزيان مزيان حتى طاحت لينا ديك البصله وتشحر لينا هذاك الدجاج مزيان، عاد غادي نضيفوا القرعه وخيزو محكوك. يمكن لكم كما قلت لكم عوض ما تضيفوا القرعه والخيزو يمكن لكم تضيفوا الفلفله هكا ملونه ولا الفطر المعلب ولا المهم اللي بغيتو نتوما بالنسبه للحشوه. صافي انا غادي نخلط هادشي هكا حتى يتشحر لينا مزيان مزيان. باش دائما الحشوه نشحروها مزيان باش تجي لذيذه. الا خلينا فيها الماء ما تجيش لذيذه، تجي هكا باسله. هي ملي تتشحر ما يبقاش فيها نهائيا الماء وتعاد تعطي ديك المذاق زوين ديال التحمر. صافي غادي نضيفو هنا من بعد ملي تحمرت لينا غادي نضيفو شويه ديال الشعريه الصينيه والمعدنوس في اخر لحظه هكا، غير واحد 5 دقائق نخليوها معاهم هكا في المقله. صافي وهي واجده الحشوه ديالنا. غادي نطفيو عليها كما قلت لكم ضروري تنشف الماء تجي بحال هكا يعني معلكه. غادي ندوزو دابا باش غادي نوجدوا واحد الخليط اللي فيه بيضه وفيه كاس ديال الحليب وهكا وربع كاس ولا ما بين ربع كاس حتى نص كاس ديال زيت المائده. صافي وشويه ديال الملحه. هاد الخليط هذا هو اللي غادي نوريكم شنو غادي نوريكم دابا شنو غادي نديرو به. هو اللي غادي يخلي لنا هذاك الورقه تجي بحال مسمن، يعني بحال ورقه ديال المسمنات ديال اللي تنصايبوا بها المسمن ولا تنعمروا بها. المهم غادي نطربوهم بحال هكا مزيان مزيان كما قلت لكم. بيضه، كاس ديال الحليب، ما بين ربع كاس حتى نص كاس ديال زيت المائده، وغادي نخليوها على جنب. دابا غادي ناخذوا الورقه. انا خديت هذه الورقه هذه ديال الشينوا. الناس اللي عايشين فينا في اوروبا غتلقاوها موجوده، راها موجوده كلشي تعرفها هذه بالنسبه للناس الا كان بحال دابا هكا في المغرب يمكن لكم ديروا الورقه العاديه اللي تتصايب على اليد، يعني غير الورقه العاديه. المهم حنا تنخدموها اكثريه بهذه اللي عندنا متوفره، ما عندناش الورقه ديال المغرب هذه ديال الشينوا. صافي غادي ناخذ هكا ورقه ورقه وغادي نغمسها في هذاك، نخشيها في هذاك الخليط اللي درت معاكم بحال هكا، ونحيد هذاك الزائد ديال السائل. صافي وغادي نسرحها بحال هكا وغادي ندير الحشوه ديالنا. قلت لكم الحشوه يمكن لكم ديروا اي نوع ديال الحشوه عندكم، انا تعجبني هذا النوع هذا درتو، نتوما تيبقى لكم الاختيار. صافي ومن بعد غادي نسد عليها بحال هكا بحال اللي تنصايبوا مسمنات بحال هكا. هاد الورقه من بعد ملي تنديروها في داك الخليط تتولي يعني ملي تنطيبوهم تيجيو بحال اللي مسمنات، بحال اللي رحنا عجننا العجينه وصايبناه. صافي وغادي نسدها. نتوما شوفوا حاولوا تشوفوا الطريقه ديال السدان. تنشد واحد الجهه هكا والجهه الاخرى تنقلبها وعاد تنسد عليها، يعني باش ما تبقاش لينا واحد الجهه رهيفه بحال هكا رقيقه باش ما تقطع الجبنه ملي نجيو نطيبوها. صافي غادي نعاود معكم نفس العمليه. هانتوما شفتوا خديت الورقه ودرتها في هذاك الخليط وحيدت هذاك الزائد ديال الخليط، وغادي ناخذ الحشوه وغادي نسد عليها. هاد الطريقه هكا كما قلت لكم الواحد هكا تيبغي تيكون مزروب ولا ما عندوش الوقت بيعجن العجينه تجي سهله بحال هكا. صافي وغادي نسد عليها بحال هكا. هانتوما وهداك واحد الجنب تنديرو فيها واحد الجهه والقنت الاخر الجنب الاخر غادي نطويه الجهه الاخرى. هانتوما كما تتشوفوا بحال هكا.
ثم غادي نقلب وغادي نسد الجنب الاخر هكا باش يجيونا يعني ما تجيش شي جهه غليظه وجهه هكا تجي رقيقه تتقطع لينا. صافي وغادي نستفهم هكا في شيلاطه على ما نسالي الكميه كلها، وديك الساعه غادي نبدا نطيبهم. صافي غادي نستمر انا بنفس العمليه بحال هكا، يعني ساهلين كما قلت لكم وحتى يجيو زوينين، يعني بحال اللي راه حنا مطيبين مسمنات، يعني كما قلت لكم بحال اللي راه حنا عجننا العجينه ديال المسمن وصايبناها. صافي غادي نكمل انا كما قلت لكم بنفس الطريقه حتى نسالي هذيك الكميه اللي عندي كلهم وانا تنستف هكا في شيلاطه. بغيتو نتوما تزيدوا تذوبلوا يعني الورقه، يمكن لكم تزيدوا تذوبلوا الورقه على حساب نتوما واش بغيتوهم هكا يجيوكم غليظين شي شويه ولا هكا غير رقاق، تيبقى لكم نتوما الاختيار. صافي هنا فساليت هذيك الكميه اللي صايبت انا بحال هكا الكميه كلها كما تشوفوا استفتم انا في اللاطه بحال هكا. دابا غادي ناخذ شي مقله وغادي ندهنها غير بشويه ديال الزيت، لان اصلا راه فيهم الزيت في داك الخليط اللي درنا. غنديروا غير شويه ديال الزيت وغادي نطيبوهم بطبيعه الحال على عافيه مهيله، ما نشعلوش عليهم العافيه لان فيهم البيض وداكشي دغيا تيتحمروا تيبقاو خضرين من الداخل. فنقصوا لهم على عافيه مهيله بزاف بزاف هكا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، وحنا تنقلبوا فيهم حتى باش يجيو هكا باش يجيو هكا مقرمشين شي شويه هكا، يجيو شادين راسهم، يعني ما يطيبوش غير من برا وبقاو مرخيين ومن الداخل يبقاو هكاك معجنين. صافي كما قلت لكم انا تنديرهم بحال هكا، تندهن المقله غير بشويه ديال الزيت وعلى عافيه مهيله، وبدا تنقلب فيهم شويه بشويه هكا حتى يطيبوا لينا. من طبيعه الحال ما نساوش حتى ديك الجنيبات نتوما غتشوفوا معايا، حتى القنوته انا تنحمرهم، يعني ما تنخليهمش هكا خضرين، تنوقفهم هكا مع شي كاس ولا مع شي حاجه في المقله وتنحمر هذاك القنوته ديالهم كلهم ديك الجناب. هانتوما كيف تيتحمروا تيجيو هائلين، يعني تيجيو بحال اللي راهم عجينه وديال مسمن وطيبناها. هانتوما تشوفوا الشكل ديالهم تيجيو محمرين وزوينين ومقرمشين هكا. ونطيبوهم دابا على الجهه الاخرى ومن بعد غادي نوقفوهم باش نطيبوا هذاك الجنيبات ديالهم. هنا غادي نتوما تشوفوا غادي نبقى نوقف فيهم بحال هكا باش يطيبوا حتى على الجناب، يعني يجيو كلهم محمرين بحال هكا. هنا غادي ناخذ انا من بعد غادي ناخذ واحد الكاس هكا ونوقفوا هكا باش يبقى شدهم هكا بيدي لان سخان بزاف. غادي نبقى نوقفهم بحال هكا وحده وحده وشويه شويه غنبقى نقلب كل جهه، يعني ديك 4 ديال الجهات كلهم هكا، يعني ساهلين ماشي شي طريقه اللي صعيبه. المهم غير هكا بشويه شويه معاهم شويه د الخاطر حتى نطيبوهم القنات كاملين بحال هكا. بغيتو ما طيبوش القنات تيبقى لكم نتوما الاختيار. انا تيعجبوني هكا يكونوا محمرين حتى من الجناب باش ما تيبقاوش خضرين. المهم غادي نكمل هكا حتى نكمل الكميه كلها بالطياب. هانتوما تشوفوا كيف ملي تيتحمروا الجناب تيعطيو منظر واحد اخر وتيجيو زوينين هكا. هانتوما يعني تحلف عليهم انهم راهم عجينه ديال المسمن، تيجيو كما قلت لكم بحال اللي راه العجينه ديال المسمن ديال بصح. بالنسبه للبغرير هنا غادي ناخذ 250 غرام ديال سميده رقيقه، يعني تكون من نوعيه جيده، معلقه كبيره عامره ديال الفورس ديال دقيق ديال الفورس، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، من الاحسن تكون حبيبات، معلقه كبيره ديال سكر سنيده، ومعلقه صغيره ونص ديال الملحه. غادي نخلط هادشي كله، هاد النواشف هادو كله والخميره ديال الكيماويه ما غاديش نضيفها دابا حتى للاخر. غادي نخلط هادشي ومن بعد غادي نضيف الماء. انا تخلي فيها تقريبا 3 كيسان ونص، 3 كيسان، ما بين 3 كيسان ونص 3 كيسان وربع هكا ديال الماء. غادي نخلطهم هكا بالخلاط اليدوي ومن بعد غادي ندوزهم في الخلاط الكهربائي بحال هكا. نتوما غتشوفوا معايا باش غادي نضيف حتى الخميره، لان كما قلت لكم الخميره الكيماويه ما غاديش نضيفها دابا، غادي نضيفها حتى الاخر. غادي نضربه في الخلاط الكهربائي بحال هكا، وفي الاخر باش غادي نقرب نطفي عليه غادي نضيف هذاك 16 غرام، ما بين 14 16 غرام ديال الخميره الكيماويه. صافي وها هو واجد. دابا غادي نحطو هنا، رديته الاناء وغادي نخليه تقريبا غير واحد 5 6 دقائق بحال هكا. صافي وغادي نبدا نطيب فيه.
بالنسبة للطياب ديال المقلة، أنا ضروري المقلة تنحميها في الأول، تنديرها فوق البوطة هكا، وتنزيدها فوق الروبيني هكا بارد تنبردها، وعاد تنكب عليها، تندير هاد العملية ما بين وحدة ووحدة. يعني كل ما تنطيب وحدة تنهز المقلة وتنديرها تحت الروبيني بحال هكا ديال الماء عادي، ما بارد، وعاد تنكب فيها وتنطيب هكا باش تيجي البغرير زوين. هانتوما تتشوفوا تيجي مثقب كله، تيجي محمر حتى من التحت يعني، وتيجي هكا ما تيجيش معجن. لان مصايب بالسميده فيه غير معلقه ديال الفرص وتيصدق. هذا غير جربوه عينكم مغمضين. تيصدق 100%. يعني غير الا كانت شي مقله اللي ما يعني ما صالحاش هكا بزاف. اما الا كانت مقله مزيانه راه تيصدق 100%. هانتوما تيجي مثقب حتى من الجناب كلها قنت، يعني تيجي كله هكا ورطيطب، تيجي غزال صراحه. غير جربوه وردوا عليا. وهادو هما الوصفات اللي صايبت معكم هنا. كما قلت لكم مسيمنات اللي صايبناهم بالورقه، اللي تيجيو بحال اللي راهم صايبين بالعجينه هما غير بالورقه. وهنايا البغرير اللي صايبت معكم كما تتشوفوا تيقطع حتى هكا كميه يعني كبيره، واخا 250 غرام راه تتقطع يعني تبارك الله كميه كبيره بحال هكا كما تتشوفوا. تيجي كله مثقب وتيجي رطاب بزاف بزاف، وكذلك ما تيضر لا في المعده لا والو. الا مصايب غير بالسميده تقريبا فيه غير معلقه ديال كما قلت لكم ديال الفورس. نتمنى هاد الوصفات هادو ينالوا اعجابكم، فعلا يستحقوا التجربة. ونخليكم في امان الله مع وصفات اخرى ان شاء الله.